ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ فيلم عندليب الدقي فيلم لذيذ جدا وممتع ينفع لسهرة بالليل، يبان فيلم كوميدي بسيط وسطحي جدا، بس وسط كل البساطة دي هتلاقي رموز كتير جدا ومعاني في قمة الأهمية، كمان بيناقش أكتر من قضية حساسة زي إن ازاي الكلبة البلدي بتحاول تكون دولة كويسة وتحط إيديها في إيد الدول العربية عن طريق إنهم يرتبطوا بالدول العربية، عن طريق إنهم يدخلوا معاهم في مشاريع اقتصادية وغيرها كتير من القضايا الحساسة في الفيلم ده. في الفيديو ده هنتفرج على الفيلم ونناقش أفكاره ونشوف الأخطاء اللي فيه، وكمان هنطرح أسئلة ونجاوب عليها، زي إن ازاي جمانة عرفت تضحك على فواز وأخوه ووقعتهم في بعض، ازاي فوزي كان اذكى منهم كلهم، ازاي اسرائيل نفسها ترتبط مع الدول العربيه اقتصاديا. كل الاسئله دي وغيرها حاجات كتير هنتكلم عنها النهارده. قبل ما نبدا في كل ده ما تنساش تعمل لي فولو على الانستا وتدخل على جروب الواتساب اللي هنناقش عليه الحلقات هنا، ولو بتحب محتوى القصص تابع قناه حكايه. هسيب لك كل الروابط دي تحت في الوصف بتاع الفيديو، ويلا بينا نبدا سهرتنا النهارده. بيبدأ فيلمنا بفوزي فنان مشهور جدا وبيغني في حفلة من حفلاته، وبيتفاجئ فجأة انه كان في حلم ووقع في المية وفاق للواقع، انه فنان تحت الترابيزة بيحيي الافراح الشعبية، وفعلا بيروح الفرح لكن بتحصل مشكلة في الفرح وبيكون عاوز يولع في نفسه بسبب ان الناس مش مقدرة موهبته، وبيكون مصدق نفسه لدرجة انه بيحط نفسه في مقارنة مع تامر حسني وعمرو دياب، وبيروح اختبارات لحلم بكر وكان متوقع مش بيتقبل وبيرموه بره المبنى، لا حرفيا بيرموه بره المبنى، وكالعادة بيروح علشان يولع في نفسه. المهم اننا بنلاقي ام فوزي تعبانة جدا ورجلها والقبر، وبنعرف ان فوزي عنده بيزنس عظيم للموبايلات، بس المشروع بيبوظ علشان فوزي كان عليه فلوس لواحد. ام فوزي بتتعب وبتقول له يجيب لها دكتور، بس امه بتقول له لو نزلت من على السلم هتكون ماتت، وبالفعل في لقطة مضحكة جدا بينزل من البلكونة. بس هنا نلاحظ غلطتين، لا 3 غلطات. اول غلطة هو فوزي بينط بيبان جدا انه دوبلير، يعني شايف دي حلاقة غسان مطر مش محمد هنيدي. تاني غلطة هنلاقيها ان محمد هنيدي كان باين جدا في اسفل الكادر انه كان مستني، واول ما الدوبلير نط طلع من المكان اللي كان فيه. تالت حاجة ما تعتبرش غلطة قوي على قد ما تعتبر حاجه مش منطقيه، يعني يا راجل يا محترم، طالما انت هتنزل كل المسافه دي علشان تكلم صاحبك من التليفون وتقول له جيب لامك دكتور، طب ما كنت تكلمه من فوق عادي جدا. اظن المشهد ده اتعمل لمجرد الضحك، وللامانه انا ضحكت في المشهد ده، بس لما ادركت كميه الغلطات اللي فيه اتضايقت جدا. كامل العربي شخصيه المونتير يتحدث، مش عارف اقول لك ايه، بس انا لقيت ده وانا بمنتج، يعني انتوا مش قد المشهد بتهببوا امه ليه؟ هو اصلا ما كانش ليه لازمه، فاهم يعني؟ لو هو لو اتشال ما كانش هيحصل اي حاجه. عاوز تضحكني ضحكني صح، ما تخلقليش مشهد مش هيأثر في السياق، ولو انت الدنيا مزنقه معاك قوي وعاوز لا مؤاخذه تحطه، فهتلعب في الاساسيات، اللي هو مثلا ممكن تقول عادي جدا انا هنزل اجيب دكتور من تحت، اهي مفهومه شويه، اديك نزلت لسبب. فوزي نزل ليه؟ فوزي نزل لسبب، مش نزل لمجرد ان هو نازل اللي هو انا نازل عشان نازل. الصياعه بقى يا معلم في كده، انك تعمل اللي انت عاوزه من غير ما تاثر في مجرى الاحداث. المهم ان صاحب فوزي جاب له دكتور تعبان، لا مش تعبان بمعنى انه مش محترف، لا ليترلي تعبان، وفي وسط كل العبث ده بتقول لامه انها كانت متجوزه واحد خليجي وكانت مخبيه عليه كل الفتره دي، وفي مشهد جامد جدا وامه بتحكي له قصه ابو الخليجي، كل كلمه بتقولها بيكون ليها صوره متعلقه بتعبر عنها. ولما جابت سيره الاسعاف اللي جات لها لما جت تولده، جت فعلا الاسعاف علشان تاخدها. المهم اننا بنعرف ان فوزي كان ليه اخ توأم وعايش في الخليج، ولما امه بتخلص كل حاجه حكيتها بتموت في مشهد مؤثر جدا. وفوزي بعد فتره بيكون قاعد في مكان مع صاحبه، وصاحبه بيجي له فجأة فوزي فجأة مفاجأة. المهم ان المفاجاه ان صاحبه لقى رقم تليفون وعنوان اخوه، وبننتقل مع فواز اخو فوزي وهم حرفيا جايبين له غزاله علشان يصطادها. ايه يا اعمى يا اعمى. ولما مديره اعماله بتديله التليفون علشان يكلم اخوه ما بيصدقهوش، ولما فوزي بيروح لخاله علشان يستلف منه 4000 جنيه علشان يسافر، بيدخل وبيتفاجئ انه بيضرب ابنه علشان صرف جنيه في اسبوع. وكعاده اي حد عاوز ينتقم من فوزي بيرميه من البلكونه. المشكله بتاعت فوزي بتتحل لما اصحابه بيتصرفوا له في فلوس، وفوزي فعلا بيسافر لاخوه وبيطلب منهم انهم يودوه لاخوه، بس محدش بيصدقه وبيرموه بره بص اتعود ان كل شويه هتلاقي فوزي بيترمي من مكان شكل. كامل شخصيه المونتير يتحدث مره اخرى، هما ازاي ما صدقوش فوزي انه اخو فواز مع انه كوبي بيست من اخوه. وفي لقطه مضحكه جدا بنشوف فوزي وهو بيجري ورا اخوه ما بياخدش باله منه، وبيجي الميم بتاع رحمه الله عليك رحمه الله عليك هتنصر ودلع. بص هو بصراحه الفيلم مليان ميمز، بس لو وقفت كل شويه عند ميم معين مش هنخلص. لما فوزي بيروح لفيلة اخوه، اخوه بيكون مشي قبلها، وبيكون في واحد عارف حكايه فوزي ومصدقه لانه كان حاضر الحكايه من الاول وشافه وهو بيتولد. بس الغريب جدا بقى ان ازاي كان شكله كده لما شافهم هما بيتولدوا، وده شكله دلوقتي. يا راجل انت قايل بنفسك انها 30 سنه، ازاي ما عجزتش؟ المهم نعديها، بس بصراحه في هنا قلشه ما تعديش ولازم اسمعها لك. شكلكم انتوا الاثنين توأم زي انا واخويا فواز. حشيش تمام. فوزي بيقابل السكرتيره بتاعت اخوه وبيعجب بيها جدا. فوزي لما بيعرف ان اخوه عند مراته في ثانويه موتها بيروح يزوره في المقابر، حرفيا اختار اغرب واكتر وقت مش منطقي علشان يقابل اخوه فيه. فكان الرد الطبيعي من اخوه تعبان يا كابتن. لما فواز بيعرف ان ده فعلا اخوه بيجي بينهم كادر بيضمهم هما الاثنين، والمشاهد اللي زي كده بتكون صعبه شويه، فممكن عادي جدا ناخد بالنا ان رياكشنات فواز مش لايقه خالص مع الكلام اللي اخوه بيقوله. المهم ان الراجل الهندي اللي كان شغال مع ابوهم بيعترف لهم فعلا انهم اخوات، وانه كان موجود وقت ولادتهم هما الاثنين. ويعني عندي مشكله بصراحه مع الدوبلير غسان مطر ده، بس بصراحه شاوت اوت انهم لقوا دوبلير في طول هنيدي. الناس دلوقتي في الكومنتات بتقول لك ايه فيش بادي شيمينج
وبتاع، بس عادي يا جدعان هو بنفسه بيهزر في ده، فارجوكم ارجوكم ارجوكم بلاش افوره. ويجي المشهد بتاعهم هما بياكلوا، عاوز اقول لك ان المشهد ده عبثي بطريقه ما تتخيلهاش. يعني مثلا بنبدا العبث بان فوزي بتطلع ايه يا عم؟ بتطلع ايه؟ هو الساوند ده اشتغل في دماغي اول ما شفت المشهد ده، وانا استكمل بقى العبث بان فوزي لما ضرب ابن اخوه ضربه في نفس الثانيه بالظبط. واخيرا بيجي الميم بتاع كان في زيتونه كنت هموت عليها. يا جدعان وربنا انا طول الفيلم عمال اتكعبل في ميمز مش منطقيه، وما اعرفش ان الفيلم فيه كل الحشو ده. واللي مكيفني قوي بقى ان الفيلم ما فيهوش اخطاء كتير صفار. لو ترجع في الفيديوهات القديمه هتلاقي ان 3/4 مده الفيديو عباره عن اخطاء وبنناقشها، فمتكيف قوي بصراحه من الحوار ده. المهم اننا بنعرف ان فواز وابنه علاقتهم مش احسن حاجه، وفوزي بينزل مع جمانه يعملوا شوبينج. واسمح لي اوريك الحته دي علشان ما ينفعش تعدي مرور الكرام. ما فكرش مره في ال3 سنين يعرض عليك الجواز او على الاقل يتهجم عليكي؟ انا بقى لي معاكي 3 ساعات ونفسي اعمل كده بصراحه. يا جدعان محمد هنيدي مش طبيعي، بيحسسك انه مش حافظ سكريبت وبيمثله، لا ده تحس الافيه وهو بيقوله لسه مخترعه دلوقتي حالا. تضاد التلقائيه ده هو اللي بيجيب الضحك، وده شيء عاجبني جدا. جمانه وهي بتتكلم بنعرف انها كانت فقيره واهلها ماتوا في ظروف وحشه، وركز في الحته دي علشان هنحتاجها جدا قدام. فواز لما بيجي له جو بيكلمه عن شركه الادويه بتاعته، وفي التلفزيون بيشوف مناظر بقت مألوفه لعينينا دلوقتي وبيزعل جدا. عارف الفرق بينك وبين فواز ايه؟ ان فواز زعل وانت للاسف اعتدت المشاهد دي فما بقتش تفرق لك زي الاول. بص هو انا مش بلومك والله العظيم، بس دي لعبه بيلعبوها عليا وعليك وعلينا كلنا، انهم يعودوك على المشاهد اللي زي دي فالموضوع بالنسبه لك يكون شيء مألوف. ارجوك اوعى تتعود على المشاهد دي، دول مش ارقام وهميه، دول ناس زيك عندهم نفس الحياه وحياتهم لا تقل قيمه عن حياه المواطن الغربي ذو البشره البيضاء. ارجوك ما تعتادش المشاهد اللي زي كده. تعال نكمل. فوزي بيشك في خان الهندي وبيطلع في الاخر مرتبط بكلبه. خان بيقول له انه يغني للشخص اللي بيحبه علشان يحبه هو كمان. قال ايه يعني؟ وبتيجي الحاجه اللي ما بحبهاش في الافلام وهي الاغاني. بنعرف ان اعداء فواز في السوق ضاغطين عليه جدا علشان يبيع الشركه بتاعته، وبيكون من ضمن الحاجات اللي ضاغطين بيها على فواز هو ابنه. وبنعرف ان جمانه وجو هياخدوا كوميشن كبير جدا لو الشركه اتباعت، وبالفعل بيسعوا انهم يعملوا ده. لما فوزي بيعرف ان اخوه عنده اوتيل بيقرر انه هيغني في الافراح اللي فيه. وتاني حاجه تيجي بكرهها برضو هي الاغاني بقى. بص انا مفيش حاجه بكرهها في الافلام قد الاغاني، بس بصراحه الموضوع يعدي علشان دي اغنيه ايقونيه فقشطه يعني. يتم الرقص. لما فوزي بيعرف ان الناس اتضايقت من صوته بيمارس عادته القديمه. المهم ان ابن فواز بيتعب نفسيا وبيكسر في الاوضه بسبب ان ابوه مش هيروح معاه البيرنتس داي. بس ايه ده يعني؟ اقسم بالله الواد ده لو عندنا كان اخد سبانكين على وشه اتعدل. ادي اخره التربيه الحديثه يا عم واللي بتعمله فينا. المهم ان فواز كان هيمضي عقد الشركه خلاص، بس لما عرف ان الدوله بنت العقد دي هتستفاد من العقد بيرفض انه يوقع العقد. بص هو المشهد جامد وكل حاجه ومحترم حمقتك دي والله، بس انت مش المفروض انك شايف العالم ورا اهو. بس نعديها يا سيدي. ابن فواز كان زعلان ان ابوه ما جاش البيرنتس داي، ففوزي لبس خليجي واتنكر يعني على اساس انه فواز، وبالفعل الواد الصغير فرح جدا. وجت الاغنيه بتاعت مين حبيب. بص هو انا والله العظيم لسه على رايي لسه على مبدأ اللي انت عارفه من زمان، بس اغاني هنيدي يا جدعان. جوجو ومانا بيقعوا في مشكله، وبنعرف ان المهله اللي كانوا واخدينها قربت تنتهي ولازم يتصرفوا. فجمانه بترجع لبلان بي وبتقول لفوزي بانها بتحبه وهتتجوزه، بس بشرط انه هيمضي على العقد بدل فواز وكمان مقابل $1,000,000. فوزي بيروح يقول لفواز على اللي حصل، بس جمانه بتروح لبلان سي وتقول لفواز ان فوزي عرض عليها الجواز، ولما رفضت قرر انه يخلي فواز يرفضها من الشغل. وفواز بيصدق جمانه وبيكذب اخوه. بص يعني عنده حق بصراحه، انا صدقتها واقول لك على الكبيره حتى فوزي صدقها. كنت انا صدقت. المهم ان فعلا فوزي بيمشي والدنيا بتضيق بيه، وجمانه وجو المهله بتقل اكتر واكتر ولازم يتصرف. ولا مؤاخذه في اللفظ خبور بيقول لفواز كلام اثر فيه جدا علشان يرجع فوزي. وفعلا بنعرف ان فواز بدا يشك في جمانه، وفواز بحركه في منتهى الذكاء بيعمل نفسه فوزي وبيدخل عليها وبيقول لها انه وافق على العرض بتاعها، وبتتسحب من لسانها وتتفق معاه. وفجاه فواز بيكشف عن هويته انه مش فوزي، هو فواز وعامل فيها فوزي بس بيتكلم مصري علشان الحوار يخل على جمانه. بص انا عارف ان الحوار ملخبط فركز معايا الله يرضى عليك. فواز طرد جمانه وقرر انه ينزل مصر. بص بلوت تويست بنت جزمه تخليك غصب عنك عايز تشوف الفيلم للاخر. فوزي بيقرر ينزل مصر لما عرف ان في واحد اسمه جو حجز له طياره علشان اخو فوزي تعبان. وفي نفس الوقت فواز اتضرب، وفوزي عرف ان في نفس الوقت اللي جه من السفر اخوه نزل علشان يصالحه. وهنا فوزي بدا يفهم اللعبه وعرف هما بيخططوا لايه. وركز معايا شويه علشان داخلين على شويه احداث كتير ومهمه ما سقطش مني الله يرضى عليك. فوزي قبل انه يمضي على عقد مقابل ان اخوه يرجع سليم. المهم انهم فهموا اصحاب فواز ان اللي عندهم ده فواز مش فوزي. بالفعل بنعرف ان فوزي راح مكان فواز علشان يمضي. انا تعبت والله يا اسطى، ما نشوف لنا فيلم تاني نحلله. وبالفعل بنعرف ان فوزي راح مكان فواز علشان يمضي العقد مكانه، وودوا فواز مصر على اساس انه فوزي راح علشان يمضي العقد. واصحاب فوزي حاولوا يهربوا فواز اكتر من مره واتقفشوا، والناس اللي تبع جمانه قفلوا الباب وعملوا معاهم واحد واندومي خضار. وفي نفس الوقت فوزي لما شاف نجمه اليهوديه فكر في كل المشاهد اللي شافها وكل حاجه عملوها فينا اولاد الاحبه دول، وكشف عن نفسه انه فوزي مش فواز وانه مش هيمضي. بشكل ما اصحاب فوزي بعد ما كانوا بيتضربوا بقوا هم فجاه وبقدره قادر اللي ضربوا العيال. بس ازاي يا جدعان؟ انتوا كنتوا بتتحنوا من شويه، ايه اللي اتغير يعني علشان الاوضاع تتشقلب وتضربوهم انتوا؟ المهم انهم بيقولوا لفوزي انهم هربوا فواز خلاص، وفوزي بيهينهم وبيمشيهم. وبتيجي اشهر غلطه في تاريخ السينما المصريه وهي لما الباب يتقفل على جمانه ويبان الشخص اللي بيقفله. حاجات صغيره زي دي ممكن توقع فيلم بحاله. المهم ان فوزي راح لفواز وخبور بيقول انت
تضعوا ايديكم في ايدين بعض. وبالفعل ده اللي حصل، بس هنا يعني احترت شويه وقررت اني هاخد رايك. شايف لما حطوا ايديهم في ايدين بعض المفروض ان واحد فيهم مش محمد هنيدي، بس المشكله يا اسطى ان انا مرعوب الاتنين مش شبه محمد هنيدي. المهم ان في لقطه جامده جدا وكريتيف جدا بيجوا ناس كتير من العرب كلهم محمد هنيدي، ودي رمزيه عبقريه جدا هنتكلم عنها دلوقتي. المهم انك لازم تجيب حاجه تشربها علشان هنتكلم كلمتين في منتهى الاهميه. فيلم جامد جدا وبيناقش قضيه حساسه جدا وتهمنا كلنا كعرب قبل ما نبقى مصريين. الفيلم احداثه سريعه ومش ممل، وكمان الكوميديا اللي فيه كل شويه بتبني جواك احساس انك عاوز تشوف الفيلم للاخر. الاغاني بس اللي ممكن تكون بترخم شويه، بص هي الاغاني في العموم بتبوظ رتم اي فيلم في الدنيا، فقشطه يعني مش ما جاتش عليهم. الاخراج جامد جدا، اخطاء بسيطه جدا وده شيء نادر جدا في الافلام المصريه. التمثيل في الفيلم جامد جدا، ثلاث اسماء اولهم محمد هنيدي، ولو انت فان بوي برضو هتعرف السبب، لانه ببساطه عرف يعمل دورين وده شيء صعب جدا. تعرف الممثل ده شاطر ولا لا لما يعمل كاركترين في نفس الفيلم وتعرف تفرق بينهم هما الاثنين عادي جدا، او انك مثلا تحاول تتخيل حد تاني في نفس الدور فما تعرفش، اللي هو انت لو عديت النقطتين دول فانت فنان عنب العنب وزي بص هبوس. تاني اسمه هو الراجل الطيب ده، حببني فيه جدا وعرف يقنعني انه بيحب فوزي وفواز وعاوز مصلحتهم، والدور الكوميدي بتاعه هو وهنيدي كان في حته تانية خالص. ثالث اسم هما اسمين، يعني مش عارف هما ثلاث اسمين، يعني مش عارف اقول لك ايه، بس هما الاثنين ينطبق عليهم نفس اللي هيتقال، لانهم تقريبا ما فيش مشهد واحد ما ظهروش فيه مع بعض. كوميديتهم مديها روح حلوه للفيلم، ولو تحط معاهم محمد هنيدي يعني يبقى حاجه فوق العظمه. اخر حاجه ممكن تتقال في التمثيل هو ان انا بصراحه ما اقتنعتش بدور جمانه خالص، ما حسيتهاش بتشكل خطر قوي عليهم. وتاني حاجه عمرو عبد الجليل في الفيلم ده، عمرو عبد الجليل ما كانش بيت عمرو عبد الجليل خالص، ولا اداني من الموهبه الخارقه بتاعته في الكوميديا، ولا حسيته كاركتر شرير كفايه بانه يأذي فوزي او فواز. يلا بينا ندخل على اهم فقره وهي التساؤلات. ازاي جمانه عرفت تضحك على فوزي وفواز ووقعتهم في بعض؟ جمانه عرفت تستغل موضوع ان فوزي وفواز ما فيش بينهم علاقه قويه، يعني علاقتها بفواز كانت علاقه قويه على عكس اخوه. في المره الاولى لما ضحكت عليه وقالت له ان السبب اللي فواز بيقوله انه كان عاوز يتجوزها وهي رفضت، صدقها هي وكدب فوزي. وفواز بدا يشك في جمانه والفار يلعب في عبه لما ساب لي فوزي فلوس لما طرده ومرضاش ياخدها، فمن هنا اتاكد انه جاي نيته سليمه، فبالتالي خلق موقف بينه وبين جمانه علشان يتاكد من ده، وبالفعل اتاكد من ده لما جمانه اعترفت بكل حاجه على اساس انه فوزي مش فواز. ليه جمانه عملت كده من الاول؟ جمانه عملت كده عشان فلوس مش اكتر. ببساطه ده الجواب. اننا لو ركزنا في كلامها هنلاقي انها كانت فقيره جدا وهي صغيره، وخسرت ابوها وامها في ظروف صعبه وبسبب الفقر، فكانت بتدور على الحاجه اللي ناقصاها وهي الفلوس. ازاي فوزي كان اذكى منهم؟ فوزي كان باين جدا انه شاب من منطقه عشوائيه، عيل مدردح يعني. اول ما راح ما كانش فاهم اي حاجه، بس كان مجهز لكل ده بانه من اول لحظه شك في جمانه، ولما فعلا عرف ان شكه في محله قرر انه يقول لاخوه. بس لما عرف معزه جمانه عند اخوه قرر انه يلعب لعبه ذكيه جدا بانه مش هياخد الفلوس اللي اخوه سابها له. ليه؟ لانه ببساطه عرف تفكير اخوه. اول ما يعرف ان فوزي ما خدش الفلوس اللي سابها له هيبدا يشك في جمانه، وبالتالي ثقه فواز في فوزي هترجع مره تانية من غير ولا كلمه من فواز. شابوه يوسف الشريف. ليه اسرائيل هتموت وترتبط اقتصاديا مع العرب؟ من اول ثانيه دخلت فيها اللي ما تتسمى بين العرب، والعرب بان عليهم جدا كره ليها، فاللعبه الذكيه منهم انهم يرتبطوا بالبلاد العربيه اقتصاديا، وهي عارفه ان مليون في الميه ان العرب مش كلهم واحد، او حتى لو كلهم واحد فاكيد بين الالف واحد على الاقل ففي واحد فيهم هيكون خاين، وما عندهوش اي مشكله انه يحط ايده في ايد الخنازير وولاد الاحد دول. طب ازاي نحل المعضله دي؟ فوزي بنفسه قالها اننا نكنسل كل الشراكه اللي بيننا وبينهم بشكل او باخر. عندنا نفس الماتيريال اللي ممكن بسهوله ندخلها المصانع وتطلع لنا نفس المنتجات ويمكن احسن بكتير، تكون دايره مغلقه مننا في بعضينا يعني. وساعتها مين اللي هيستفاد من الشركه؟ مين البايع؟ مين الشاري؟ ايه المنتج؟ كل دي حاجات مش هتفرق، لان بكل بساطه كلنا واحد. التونسي، المغربي، المصري، القطري، الصومالي، الزنجي، العراقي، الجزائري، مش هتفرق. المهم ان احنا كلنا نفس الشخص. الفايده بقى هترجع على مين؟ ولا ليها اي لازمه. في النهايه احب اقول ان ضعف العلاقات اللي بين العرب هو اساس الهشاشه الاجتماعيه اللي بتخلي اي عدو يدخل بينا بالسهل، لا وكمان يحط ايده في ايدينا ويكأنه واحد مننا. الحل ببساطه في اننا نكون واحد. واخر حاجه احب اقولها، قصه